انسي بقى انك تقلي السمك بالزيت او تشويه بالردة والدخانة ولا الزيت المكلف. لا، هنعمله بقى النهاردة بطريقة تجنن. ولا قلي بالزيت ولا شويه بالردة ولا تعب ولا مجهود ولا اي حاجة. والطعم خطير بتتبيلة المطاعم بالظبط، حاجة كده ما شاء الله عليها تجنن. شايفين الجمال؟ سمك طعمه خطير بجد، لازم تجربوه يا جماعة. شايفين الجمال؟ وابيض ومستوي زي العسل. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف عملنا ازاي. معايا قرن فلفل اللي هو الحلو اللي هو اللي بيبقى احمر الكبير ده، وشطه خضراء اللي هي حراقه او مش حراقه براحتك خالص، وتوم وليمونتين مقطعاهم قطع صغيره، ومعايا شبت وايه وبقدونس وليمون برضو هنعصره. الكلام ده كله هنحطه في الكبة او في الخلاط، برضو هتضربيه في الخلاط عادي جدا، انا بضربه في الخلاط على فكرة، وبينضرب وبيبقى ناعم جدا يعني عادي خالص. ده بقى ايه، انا حطيت الحاجات كلها في الكبة اللي هي توم وفلفل احمر الوان وقرنين شطة خضراء، وحطيت توم وحطيت ليمون انا مقطعاه قطع بالقشر بتاعه، وحطيت ايه، حطيت بقدونس وحطيت شبت. هنعصر بقى ليمونتين كمان كده، وهنضرب بقى المقادير دي كلها في الكبة وهنعمها كويس جدا. بس ما ننساش يا بنات نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. هنضرب بقى المقادير دي كلها في الكبة مع ايه شوية البهارات دول، ملح وكمون وفلفل اسمر وكزبرة، بس كده. هي دي البهارات اللي احنا هنحطها، وطبعا بالمقادير اللي انت تحبيها. حطيت ربع كوباية من الزيت ونص كوباية صغيرة من المية، علشان خاطر المقادير دي تتفرم كويس جدا، يعني زي ما انت شايفة كده. ممكن تضربها في الخلاط زي ما قلتلك، بتنضرب في الخلاط وبتبقى بنفس القوام ده بالظبط. طبعا السمك بتاعنا احنا منضفينه كويس جدا. هنحشيه بقى بالخلطة الجبارة دي، الدقة دي يا جماعة رهيبة بجد، تحفة كده، بتخلي السمك طعمه يجنن، وكمان زي المطاعم بالظبط كده. وطبعا لا عملنا مجهود ولا وقفنا على رجلنا قعدنا نقلي ولا نشوي فيه ولا أي حاجة خالص. الخلطة دي يا جماعة بجد بجد لازم تجربوها، حلوة جدا جدا. طبعا هنتبل السمكية كده، أنا بنبقى مخططاها بالسكينة، مش هقاها بالسكينة من بره كده، وبحط فيها نفس التتبيلة، يعني بنحشيها من جوه وبنحشيها برضو من ايه الفتحات اللي احنا حاطينها دي، ومن بره كده الجلدة ايه تبليها برضو. بس كده. هناخد بقى الخلطة بتاعتنا كلها نعمل بيها السمك، والباقي هنكبه فوق السمك كده. طبعا تبقي حط في صينية غويطة شوية علشان ما توقعيش ايه التتبيلة دي. هنجيب بقى الشواية اللي نشوي فيها الفراخ دي، وهنجيب صينية نحطها تحتيها علشان التتبيلة لما تقع ما توقعش ايه في الفرن وتبهدل لنا الدنيا. هنرص بقى السمك بتاعنا اللي بالخلطة اللي تجنن، اللي ريحتها هتقلب البيت عندك، طعمها خطير بجد. هنرص السمك بتاعنا وهنحطه طبعا في الفرن على أعلى درجة حرارة، الشواية هتشتغل والفرن كمان هيشتغل. هنحطها في أرضية الفرن كده، وهنسيبها بقى لحد ما تستوي. كل شوية هنقلب فيها. ممكن على فكرة تحطي الكلام ده كله في صينية عادي جدا. طبعا أنا حطيت نص كوباية من المية في الصينية علشان خاطر لما النقط او السوائل اللي هتنزل من السمك ما تتحرقش وتدخن وتبهدل الدنيا. حطيت بقى الدقة بتاعتي كده او الخلطة دي فوق السمك بتاعي. والله يا جماعة بجد الخلطة دي جميلة جدا وطعمها رهيب بجد. هنحطها بقى زي ما قلت لكم في الفرن على اعلى درجة حرارة، الشواية هتشتغل والفرن هيشتغل، وما بياخدش وقت خالص. شايفين الجمال؟ تحفة بجد، تحفة يعني تحفة بجد، حلو جدا جدا، وطعمه خطير، والريحة قلبت الدنيا كده، ريحة جبارة بجد. ما ننساش بس يا بنات نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو. شايفين الجمال؟ سمك يفتح النفس. ولا قالينا بقى بزيت وغرمنا نفسنا بقى والزيت غالي، ولا برضو شويناه بالردة ودخلنا الدنيا واتخنقنا، ولا اي حاجة خالص. حطيناه في الفرن واستوى بقى زي الفل. زي ما قلتلك ممكن تحطيه في صينية وترصيه، بس لازم ورقة زبدة علشان ما يلزقش منك. شايفين يا بنات؟ يجنن. شوية رز صيادية بقى وسلطة خضرا وعيشي مع الطبق ده. جربوه يا بنات وبجد مش هتندموا، وبألف هنا وشفا اللي يجربه.